اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض وصفة سريعة جدا وجميلة وأكلة تحفة. معانا الحلة على النار فيها المادة الدهنية اللي بتفضليها. هننزل بالبصلة المفرومة، يدوبك هتصفر معانا وتاخد اللون الجميل ده. هننزل عليها بعصير الطماطم الفريش. وأكلتنا النهاردة يفضل إن هي تتعمل بالزيت، يعني لا سمن ولا دهن. الزيت بيخلي الوصفة جميلة جدا وطعمها حلو. هنقلب الطماطم ونسيبها مع نفسها كده تتسبك. ومعايا حلة تانية على النار فيها الزيت أو السمنة اللي حضرتك بتفضليه، وغسلة نص كمية الرز نزلت بيها، وهنبتدي نقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. هننزل عليها بنص الكمية التاني، وده الرز المحمر حبة وحبة، يعني نص الكمية أصفر زي ما حضراتكم شايفين كده ومتحمر، والنص التاني أبيض نزلنا بيه. وهنقلب الاتنين مع بعض، وهننزل عليهم بمعلقة من الملح. وطبعا انا مجهزة المية اللي بتغلي، هنزل بالمية المغلية من الكتل. طبعا الرز بالمية المغلية بيستوي في 10 دقايق واقل، يعني في اقل من ربع ساعة بتكوني عملتي اكلتنا النهاردة بسهولة جدا. ما بتاخدش معاكي وقت ولا بتقفي كتير في المطبخ. كده التسبيكة معانا بقت تمام. هننزل بالبهارات، وبهاراتنا النهاردة عبارة عن كمون وفلفل أسمر وملح فقط لا غير. حابة تضيفي شطة براحتك عادي، ممكن جدا لو حابة تضيفيها. يلا يا حلوين، ما ننساش ندوس لايك واشتراك للقناة ونفعل زر الجرس عشان القناة تكبر إن شاء الله. ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في كومنت جميل كده ودعوة حلوة من قلوبكم، ربنا يجعل لنا قبول بين عباده اللهم امين. وبعد ما قلبنا البهارات مع الطماطم، معايا حبتين من البطاطس غسلاهم ومقطعاهم مكعبات زي ما حضراتكم شايفين. هنقلبهم في التسبيكة وهسيبها لمدة دقيقتين تغلي كده مع الطماطم وتاخد من طعم البهارات، عشان يبقى طعمها ايه، حلو كده وجميل من التسبيكة اللي عملناها مع بعض. وبعد ما غلت معانا كده هننزل عليها بالمية المغلية عشان ننجز في الأكلة ونعملها بسرعة. وبعد كده بكون مجهزة الكفتة الجميلة، هننزل بيها على البطاطس بعد ما خدت غلوتين. وطبعا عشان تسوي الكفتة وما تنهريش منك او تفك اطلاقا، لازم تخليها تاخد غلوتين اتنين بالظبط، يعني مش اكتر من دقيقتين على النار، تحسبيهم كده بالساعة وتطفي عليها. بعد كده بتاكلي احلى كفتة واحلى طريقة تسوية، يعني ما بتفكش منك تاني وما بيبقاش شكلها مش ظريف خالص، لا بالعكس، بتدنها ناشفة كده ومتماسكة معاكي لاخر طبق في الحلة. حتى لو فضلت لتاني يوم بتفضل متماسكة. ومعانا هنا خلاص كده الرز اتشرب، هنهدي عليه النار عشان يستوي على نار هادية. طبعا يا حلوين، احلى اكل في الدنيا اللي بيتسوى على نار هادية بيبقى طعمه بصراحة تحفة. والرز ده بتبقى ريحته جايبة من اخر الدنيا ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين كده مفلفل وجميل جدا. وهنا كده خلاص الكفتة اخدت معانا غلوتين اتنين على النار كده، انا هطفي عليها تمام كده وهسيبها. وبعد كده هنقدم أكلتنا الجميلة زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. طبق كفتة بالبطاطس، حاجة كده تحفة وتفتح النفس اللهم بارك. يلا يا حلوين، ما ننساش نذكر الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. دايما كده تعطري فمك بذكر الله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان كل حاجة في حياتك يبقى فيها بركة. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة تفتح النفس. والأكلة ما أخدتش معايا غير ربع ساعة بالظبط، يعني ما وقفتش في المطبخ غير ربع ساعة بالظبط. عملت أحلى طبق كفتة بالبطاطس زي ما انتم شايفين، والرز المحمر حبة وحبة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.